من أجمل ما سمعت، يقول أحد مديري الموارد البشرية: عرض علي ملف أحد الموظفين يوم 23 رمضان لإصدار قرار بفصله، فقلت لمدير الإدارة اللي يتبع لها الموظف: احفظ هذا الملف واعرضه علي يوم 6 شوال، فنحن في أيام مباركة فلا ينبغي أن نفسد فرحة أسرة وهم مقبلون على عيد. تمت الأيام المباركة، يواصل المدير فيقول: داومنا بعد العيد، فجاءني مدير الإدارة ليخبرني أن الموظف توفي في ثالث أيام عيد الفطر. سبحان الله، هل نتعجب من أمر المدير الذي رفض إفساد فرحة أسرة في العيد؟ برقة منه انتصرت على صرامة النظام فأذن الله لها أن تمتد أثرا في الغيب. أم نتعجب من تدبير الله الذي أراد للأسرة معاش تقاعدي دائم بعد وفاة والدهم؟ أم نتعجب من أمر موظف صغير دافع الله عنه وهو لا يعلم، لكن لعل دعوة سرت في آخر ليل قال فيها: يا رب تولني في من توليت، فصادفت بابا مفتوحا فتولاه ربه. والله إذا تولى عبدا تكفل بما لا يقدر عليه العبد. لله نمشي والحياة مخيفة، والله يحفظ من إليه يسير. اللهم اجعلنا مفاتيح للخير، وخذ بنواصينا إلى لطفك حيث لا حول لنا ولا قوة.